تعالي لي بقى هنا يا ست الكل وقولي لي بقى بتعرفي تعدي لحد كام؟ ادي 1 2 3 4 5. هنا في وجبتين يبقى 6 7. 7 وجبات يكفوا أسرة كبيرة عددها 6 أفراد. لو انت أسرتك 5 4 3 2 هتعملي قد الوجبات دي مرتين. عايزة اقول لكم دي وجبات يعني كميتها كبيرة وعاملة 7 وجبات من 4 فرخات بس. فليكم بقى ان تتخيلوا لو انت عدد أسرتك أقل من عدد أسرتي هتطلعي كام وجبة. سيبوكم بقى من ان هي موفره هتوفر عليكم كتير جدا. في حاجه اهم من التوفير، لان في ناس كتير مش غرضها التوفير، يعني في ناس امكانياتها حلوه بس عاوزه حاجه تسهل عليها وتوفر عليها الوقت وتوفر عليها المجهود، ويبقى بالنسبه لها الغدا مش موضوع مرهق ومتعب والكلام ده كله. فالوجبات دي بتبقى جاهزه متبله ومتظبطه وانتي عاملاها على قد اسرتك بالظبط، مفيش فيها اي هادر او بتطلعي منها حاجات او بتعملي حاجات بزياده ويفضل منها ويترمي. الوجبات دي جاهزه على التسويه على طول. يعني عايزه اقول لك انت لو موظفه هتطلعي العلبه دي من الفريزر، هتيجي من الشغل هتعمليها مش هتاخد منك بالظبط ساعه، وهيكون الغدا جاهز ومش هتتعبي في حاجه خالص. هو يوم واحد بس هتتعبيه وباقي الشهر كله هتبقى قاعده مرتاحه. يلا بينا بقى ندخل على الفيديو ونشوف الوجبات الخطيره دي هنعملها ازاي مع بعض، وما تنسوش اللايك للفيديو. اول حاجه عندي هنا هجهز التتبيله. التتبيله دي عباره عن ايه؟ انا عندي هنا نص كوبايه لبن او ممكن تبقى نص كوبايه زبادي، واللبن ده دافي، زودت عليه معلقه كبيره خل علشان خاطر يبقى رايب بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. بعد كده بقى في الخلاط فلفل سبايسي، فلفل بارد، اي نوع فلفل عندك، احمر اخضر اي حاجه. حطيت حوالي 3 4 قرون فلفل، وبصلايه كبيره كده متقطعه مكعبات، وكمان طماطميتين متقطعين مكعبات. وكمان هنزل بالاربع فصوص توم، 4 5 فصوص توم، ومعلقتين كبار من هريسه الشطه. وكمان عندي هنا ربع كوبايه من الزيت وربع كوبايه من عصير الليمون. التتبيله دي انا عاملاها لكميه كبيره مش للكميه اللي انا هعملها في الفيديو بس. نزلت كمان بنص كوبايه الرايب اللي انا روبتها. واي صوصات عندك بقى موجوده حابه تضيفيها ضيفيها، اللي مش موجود عندك استغنى عنه. يعني انا زودت كده حوالي ربع كوبايه او مثلا 3 4 معالق كبار من صوص الشوي، وكمان 3 معالق كبار من الصويا صوص الفاتح. وكمان هزود معايا خل تفاح، ما عندكيش خل تفاح هتستعملي الخل الابيض العادي. حطيت معلقتين كبار خل تفاح، وانا ما كانش عندي دبس رمان كان خلصان عندي، حطيت معلقتين كبار عسل اسود. التوابل عندي هنا ملح، فلفل اسود، مرقه دجاج بودر، توم بودر، بابريكا. وهقلب بقى او هضرب الكلام ده كله في الخلاط لحد ما ينعم خالص معايا. هي دي التتبيله. وبالنسبه للتوابل والتتبيله نفسها هتلاقوني كاتباها لكم في صندوق الوصف وكمان في التعليقات، بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بالنسبه للفراخ بقى، وعشان الناس اللي ماشيه على نظام الطيبات، الفراخ دي انا مربيها في البيت. وطالما الفراخ مربيها في البيت، الدكتور نفسه قال يعني كلوا الفراخ طالما انتوا اللي مربينها في البيت، مش واخده هرمونات ولا واخده حقن والكلام اللي بيحصل في المزارع والكلام ده، يبقى ما فيش اي مشكله فيها خالص. فالفراخ دي يا جماعه انا مربيها في البيت، حبيت اجيب لكم اللقطه دي وقت ما ذبحت الفراخ وكنت بنضفها. انا مش هعمل يعني مش هجهز معاكم كل الفراخ دي، انا هعمل معاكم 4 فرخات بس. يعني انا شايله الفراخ دي في الفريزر، كل فرخه كده في كيس، لان طبعا وانا بنضف الفراخ في الوقت ده كان كميه فراخ كبيره، فما قدرتش ان انا يعني اجهز الوجبات واعمل الحاجات دي في نفس اليوم لان كان مرهق بالنسبه لي. شلت كل فرخه كده لوحدها في كيس في الفريزر، وبعد كده طلعت 4 فرخات عشان اجهزهم يبقوا جاهزين عندي. اما احب اعمل حاجه تبقى جاهزه عندي ما اخدش وقت فيها، بالذات في الجو الحر ده والفرهده. الفراخ دي حجمها كبير، الفرخه زياده عن 2 كيلو ونص. وطبعا الحاجه اللي احنا مربينها في البيت بتبقى 2 كيلو ونص، يعني 2 كيلو ونص. يعني أنا ساعات بشتري فراخ من بره ببقى شاريها على انها 2 ونص، باجي البيت الاقيها لا مش 2 ونص خالص. لكن بصوا الفرخه اللي قدامكم دي ممكن تكون 2 كيلو ونص، وحجمها زي الفرخه ال3 كيلو اللي انا بجيبها من بره. مش معنى كده ان كل الناس اللي بتبيع فراخ مثلا ما عندهمش ضمير والكلام ده، بس انا صادفت الموضوع ده كذا مره، ان انا بشتري فراخ حجمها كبير، بعد ما بروح في البيت بلاقي الفراخ اللي جايه معايا في البيت مش كبيره خالص. فلو انتوا عندكم مكان تقدروا تربوا فيه فراخ يعني يبقى احسن، وكمان حاجه مش واخده هرمونات ولا حاجه ومربيها في البيت تربيه بيتي حلوه طبعا واحلى مليون مره. انا بعمل ايه دلوقتي؟ طبعا الفراخ دي متجمده نص تجميد، يعني انا طلعتها تفك بس مش تفك قوي، انا عاوزاها تبقى فيها يعني متجمده حاجه بسيطه. انا طلعت كده الاجنحه وطلعت الهيكل بتاع العظم، وكمان طلعت الوراك كل ورك لوحده. وانت طبعا لو شاريه فراخ من بره تقدري تخلي الراجل بتاع الفراخ يعمل لك الخطوه دي ويقطعها لك ويظبطها لك. بالنسبه بقى للصدر، الصدر عندي هنا انا هقطعه، بصوا هو متلج فسهل معايا ان انا يتقطع بكل سهوله. بقطعه كده نصين، دي اسهل طريقه ان انتوا تخلوا بيها الصدر او تعملوا منها البانيه او الكلام ده.
بطلع العظمه اللي في النص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نقوا سكينه تكون رفيعه كده وليها سن، ومن جنب العظم بالظبط تبتدوا تخلوا اللحم بتاع اللي هي الصدر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين تفكوها كده بايديكم، بتتفك على طول. الكلوه بقى اللي في النص اللي هي اللي بتبقى في الصدر كده، اللي في النص الحته اللي هي ماسكه نفسها دي لوحدها، دي انا هطلعها زي ما هي كده، الحتتين دول اللي في الصدرين. وبعد كده بقى هقطع الفراخ دي، هطلع منها كام قطعه بانيه، والباقي هسيبه بقى، هعمله اكله شاورما، هحشي بيه فطيره، هعمل بيه اي حاجه. وال يعني مثلا طلعت من كل ناحيه صدر كده مثلا 3 4 حتت او حتتين 3 كده من البانيه. انا بحب البانيه تخين شويه. وكم واحدة ستريبس، وكمان الباقي كده اللي هو البواقي، الصدور المتقطعة حتت صغيرة دي انا هقطعها، قلت لكم ممكن اعملها اي وصفة تانية. بس بتضغطي ايدك كده على الصدر من فوق، بيبقى فيه يعني متجمد شوية، فبيتقطع معاكي بكل سهولة. وطبعا الحته اللي على الجنب دي انا باخدها اعملها برضو ستريبس، يعني اي شرايح رفيعه كده ماسكه نفسها بخليها تبع الاستريبس. يعني كل اللي في ايدي دلوقتي ده ستريبس، اللي هي القطع الطويله دي. البواقي بقى الصغيره اللي هي متفرفته كده وحتت صغيره، دي تبقى ايه يعني، هعملها شاورما، ساعات بفرمها واعملها كفته فراخ، يعني عامله معاكم الوصفات دي كتير في تقسيمات فراخ قبل كده. فانا المره دي حبيت ان انا اعمل لكم الحاجه، يعني مش يعني هعملها لكم متجهزه ومتبله، وبعد كده احنا بقى نبقى حرين. يعني مثلا اعمل الاكله بعد كده في وقتها زي ما انا عاوزه اعملها شاورما، عاوزه احشي بيها فطيره، عاوزه اعمل بيها بيتزا، زي ما انا احب اعملها في وقتها. هنا الوراك، وبصوا حجمها كبير جدا، يعني الورك ممكن اقطعه على 2 عادي جدا، بس انا هسيبه سليم زي ما هو. خلاص كده انا ظبطت الفرخه. انا هنا بقى بقول لكم انا ظبطت الفرخه ازاي. يعني طلعت الوركين، وطلعت الهياكل لوحدها والاجنحه، وكمان الصدور قطعتها بانيه وستريبس وكمان شاورما. هاخد كده بقى الاوراق لوحدها، طبعا نقعت كل الكلام ده في ملح وميه وليمون. وكده كده انا الفراخ دي وانا بنضفها كده كده كنت نقعها برضو في ميه وملح وليمون، بس انا يعني عندي حته التنظيف الفراخ دي بدقق فيها شويه. خدت الاوراق بقى كلها اللي هم 8 اوراق، لان انا عامله 4 فرخات. عملت لهم، حطيت لهم كده شويه تتبيله، يعني هدعك التتبيله كده في الوراك كلها. وزي ما قلت لكم انتي براحتك برضو، لو عندك اطفال صغيرين اقطعي الورك نصين، الطفل الصغير مش هياكل اكتر من الدبوس. يعني لو تفتكروا من 5 6 سنين لما كنت بعمل معاكم التقسيمه دي، انا ما كنتش بسيب الورك سليم زي ما هو، كنت لازم اقطع الورك نصين، الدبوس لوحده والجزء التاني لوحده. لان ولادي كانوا صغيرين، الاتنين الصغيرين كانوا صغيرين جدا، ما كانوش بيقدروا يخلصوا حتى الدبوس. فانت حسب سن اولادك انت قسمي الوجبات، وحسب عدد افراد اسرتك قسمي الوجبات. انا كمان تبلت الاجنحه، وهتبل كمان اللي هي الهياكل. عايزه اقول لكم الجزء اللي انا بطلع منه الصدر ده برضو بسيب فيه لحم، وكمان الاجنحه بسيب فيها حته كده من الصدر، وكمان اللي هو الهيكل والزور والكلام ده كله. الكلام ده كله انا باخده على بعضه كده، وانا في الوجبات النهارده حطيت معاهم كمان الاجنحه، وعملتهم كلهم في وجبه لوحدهم. دول بحطهم كده في صينيه ببصل، بشرايح فلفل، بشرايح طماطم، بشويه طماطم كده مضروبين في الخلاط، وبحطهم في صينيه وبدخلهم الفرن، وبعمل معاهم رز، وبتبقى اجمل اكله ممكن تاكلوها، احلى من الوراك نفسها. لان بتبقى كلها كده، الحتت الفراخ اللي بتبقى جنب العظم دي بتبقى ليها طعم تاني غير الفراخ اللي هي مثلا بعيده من العظم. يعني الناس اللي بتفهم في الاكل قوي عارفه الموضوع ده. انا بقى تبلت الحاجات كلها اللي هي محتاجه تتبيل، ما عدا الاستريبس والبانيه. وباقي التتبيله حطيتهم في علبه اللي هي هريسه الشطه، كان اخر حاجه في العلبه اللي انا خدتهم تبلت بيهم، يعني اللي انا خدتهم في التتبيله. فخدت العلبه بتاعت هريسه الشطه مليتها من التتبيله، وبشيل العلبه دي في الفريزر، لما بحتاج اتبل حاجه كده بسرعه بطلعها، اخد منها جزء على قد الحاجه اللي انا عاوزه اتبلها واتبلها. عشان كده قلت لكم انا عامله التتبيله بزياده. هنا بقى جبت طماطميه مبشوره وكمان بصلايه مبشوره، صفيت منهم الميه، يعني خدت الميه بتاعتهم بس، وزودت عليهم ربع كوبايه خل، ربع كوبايه خل، ربع كوبايه زيت، وربع كوبايه عصير ليمون. وزودت توابل زي التوابل اللي انا حطاها في التتبيله بالظبط، اللي هو ملح وفلفل اسمر، مرقه دجاج بودر، وتوم بودر. وممكن نزود كمان بابريكا، اي توابل بتحب تضيفيها على الفراخ ضيفيها، مفيش مشكله خالص. كده التتبيله بقت جاهزه. وهاخد بقى ده كده البانيه. طبعا انا كل قطعه من الفراخ او كل جزء من الفراخ اللي انا تبلته بحطه في مصفى الاول يتصفى من الميه كويس جدا، وبعدين بتبله. يعني هنا البانيه ده كنت محطاه في المصفى اللي قدامكم الصفرة دي، واتصفى كويس قوي، وبعدين حطيت له التتبيله. انا ما حبيتش يبقى فيه
التفل بتاع البصل او الطماطم في تتبيله الاستريبس ولا البانيه، علشان خاطر اي حاجه بتبقى في تتبيله البانيه يعني تفل كده من التتبيله بيخلي الكفر بتاع البانيه او الاستريبس ممكن يفك من عليه. فاحنا ناخد الميه بس. تمام كده. خلاص كده خلصنا الوجبات وتبلناها كلها. قسمي بقى في الجزء ده، انا كده موريتي خلصت يعني كده لحد هنا خلاص. انت بقى قسمي الوجبات زي ما انت ما تحبي، على حسب ما مثلا ولادك عارفاهم بياكلوا قد ايه، هم كبار ولا يعني كبار، رجاله كبار ولا اطفال صغيرين. برضو على حسب عدد افراد اسرتك، يعني انت مثلا فردين، ممكن في فردين، في 3، في 4، في 5، في 6. انا عايزه اقول لكم انا اسرتي 6 افراد، بس انا عندي ممكن في مره يكون عندي حد مش موجود من الاولاد معايا يعني، وخصوصا في الاجازه. فانا عملت 4 وراك في وجبه و4 وراك في وجبه. اولا الوجبات دي كبيره، وثانيا انا حطيت 4 لو احتجت، يعني مثلا لو ولادي كلهم موجودين يعني هناكل، انا عارفه النهارده ان احنا كلنا هنبقى موجودين على الغدا، هاخد الطبق اللي هو اللي فيه 4 وراك ده وهطلع معاه وركين من الطبق التاني عادي جدا، والوركين التانيين دول هبقى اكمل عليهم باي اكله تانية، يعني هكمل عليهم بحاجه تانية. تمام كده. لكن انا في الغالب هعمل الطبق ال4 وراك ده بس، لان الوراك دي كبيره جدا. انا ممكن اقطع ادي الواحد دبوسين وواحد تاني دبوسين، وكل واحد الجزء التاني الكبير من الورك، فده هيبقى ال4 وراك الكبار قوي دول هيكفوا معايا 6 افراد، وهيبقوا واخدين يعني نوايب كبيره وحلوه مش صغيره. حطيت بقى الهياكل بالاجنحه كلها برضو في علبه. يبقى كده عندي 3 وجبات. وعلى فكره الوجبات دي كبيره، الاوراق دي كبيره جدا، يعني ممكن يكون حتى التصوير مش مبينها، لكن هي كبيره. انا عن نفسي اهو كبيره، ممكن اكل دبوس لان الدبوس بتاعها كبير جدا. فانا ال4 اوراق دول هقطعهم، كل دبوس الدبوس لوحده والجزء الكبير لوحده، فهيبقى عندي بالظبط 12 قطعه، ال4 الكبار وال4 الصغيرين. ال4 الصغيرين مثلا هدي لكل واحد يعني مثلا دبوسين دبوسين، وباقي القطع الكبيره كل واحد قطعه. فاهمين بقسمها ازاي؟ يعني اتمنى تكون المعلومه وصلت. هنا حطيت البانيه في العلبه عشان انا ما عنديش اماكن كتير في الفريزر. حطيت وجبه بانيه من تحت، وبعدين حطيت كيس تلاجة كده في النص، فصلته وحطيت وجبه تاني فوقيه. وده كده الاستريبس، يعني كده يعتبر ده اخر حاجه. عايزه اقول لكم كمان في كبد وقوانص انا ما جبتهاش معاكم هنا. يعني انا جمعت كل الكبد والقوانص بتاعت الفراخ اللي انا كنت مربيها كلها، كنت مربيها كميه فراخ حلوه، وعملتها حوالي 4 وجبات من الكبد والقوانص. بس دي انا عملتها وانا بنضف الفراخ نفسها، يعني وانا دبحه الفراخ وبنضفاها، حطيت الكبد والقوانص دي عملتهم 4 وجبات. يعني كل وجبه ممكن يكون فيها زياده عن كيلو كبد وقوانص. تمام. برضو بعملها برز، بعملها بالخلطه، بعملها بلسان عصفور، بتبقى حلوه جدا. يبقى انا عندي هنا وجبتين بانيه، وجبه استريبس كبيره جدا، وجبه شاورما، وكمان عندي الهياكل بالاجنحه دي برضو وجبه تتعمل صينيه. عندي كمان وجبتين من الاوراق كبار جدا، شايفين حجمهم؟ يعني ممكن يكون الطبق فيه 2 كيلو، يعني الورك الواحد يجي نص كيلو. بس هو ده الفيديو بتاع النهارده. عاوزاكم تعملوا كده علشان خاطر توفروا وقت، توفروا مجهود، وخصوصا ان احنا في الصيف والجو بجد فرهضه. انا عن نفسي بقف في المطبخ ساعه بجيب ميه من كل حته، بلاقي يعني العرق بيدخل في عيني من كتر ما انا ببقى واقفه عرقانه في المطبخ. حطوا لايكات كتيره بقى للفيديو ده لو استفدتوا منه، واستنوني في فيديو جديد، وباي باي.